محكمة فرنسية تقضي بسجن الفنان المغربي سعد المجرد 6 سنوات حبسا. وإلى التفاصيل، قضت المحكمة الفرنسية اليوم الجمعة بالسجن 6 سنوات في حق المغني المغربي سعد المجرد على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، حيث اتهم فيها بضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق على هامش حفلة له كانت في العاصمة باريس. وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية RFA إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة إلى سعد المجرد. وبعد 7 ساعات من المداولات قالت المحكمة إنها مقتنعة تماما بحصول واقعة الاغتصاب، والتي وصفتها بشكل ثابت ودقيق المدعية المدنية في القضية لورا بريول، وبذلك صدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد المجرد سيودع خلف قضبان السجن على الفور هذا اليوم.